من أطيب المقبلات اللي موجودة على سفرة رمضان هي الرقاقات بالدجاج. لورجيكم بس. دجاج مع فطر وبصل، وأكيد أكيد ما بتحلى الطعم إلا مع دبس الرمان. يومي. لتعرفوا كيف حضرنا هالوصفة الرائعة جدا، طعمتها كتير كتير طيبة، تابعوا معي لآخر الفيديو بالتفاصيل. هول هن الثلاث مكونات اللي نحن بنحتاجهم لنلف رقاقات بالدجاج. عنا صدر الدجاج هذا مسلوق محضر اوريدي، عندي 3 بصلات صغار، وعندي فطر فريش. اول شي بدي اقطع البصل شرحات رفيعة، هيك. هلا على النار بدنا نبلش نقلب، بنحط زيت. اول شي بدي بلش اقلب بالبصل، بس بلش يدبل البصل بدي احط عليه الفطر. اخر شي بنخلي صدر الدجاج لانه هو مستوي. اذا ما كان مستوي ما كنتوا سارقينه من قبل، اول شي بدكم تحطوه، اول شي بتسلقوه او بتقلبوه مزبوط مزبوط ليستوي، وبعدين بنحط البصل والفطر. وهلا بنحط للدجاج. بنقلبهم شوي مع بعضهم قبل ما نحط لهم، نبلش نحط لهم الملح والبهارات. اول شي بدي احط الملح، احط معلقه ملح صغيره، هيك ربع معلقه قرفه، عندي سماق كمان شي ربع معلقه، فلفل اسود، اذا ما عندكم فلفل اسود او ما حابين تحطوا فلفل اسود فيكم تحطوا 7 بهارات او بهار حلو اللي بدكم. يعني انا كمان ححط شويه 7 بهارات، هيك نص معلقه او ربع معلقه. اوكي، هيدي هي. نقلبهم كلهم مع بعضهم. وهيك خلصوا، بنطفي تحتهم، كله استوى، وبنطروا ليبردوا لنقدر نلف الرقاقات. يلا هلا بردوا، بدي بلش لف الرقاقات. بسم الله. لتسكير العجينة فيكم تحطوا يا طحينة يا اما طحين ومي. عامل بعد وحدة حدكم قدامكم. بدي اورجيكم شغله انا لما اكون مستعجله شو بعمل. بحطهم، بحط هيك شي 3 4 5 اللي هو وبحطهم دغري، بوزع الحشوه دغري هيك بلفهم. هيك لما اكون انا مستعجله بعمل هيك. وهيك لفيناهم وخلصناهم، وهلا صاروا جاهزين للقلي.